750,000 طن. فانت 20-30,000 ده يعني ما هوش كان الاشهر ولا هو الاكبر ولا هو الاعظم ولا هو الاول في تجاره الحديد زي ما الناس بتقول. طيب ربنا كرمه كده سنه 92 الدنيا مشت كده، في واحد اسمه الشيخ صالح كامل بتاع قنوات ART. تسمع عليه حضرتك طبعا. راجل سعودي مستثمر محترم فاخر، كان عنده مصنع البركه للحديد في العاشر من رمضان. المصنع كانوا بيديروا ناس مصريين، المهم المصنع افلس وكان عليه مديونيه لبنك القاهره. فاحمد عز دخل، وكان بقى الشيخ صالح كان مش عاوز يوجع دماغه ومش عاوز صورته تتهز، ده راجل معاه قنوات ومعاه شركه دله وبتاع، ايه اللي هوجع دماغ انا واخش ومديونيه وبتاع البنك يخبط علينا وبروتست واي كلام فارغ. قال احنا الكلام ده احنا ناس محترمه مش بتوع الليله دي. دخل احمد عز اشترى المصنع بايه؟ بايه بقى؟ الديون اللي عليه بس متشكرين. كل اللي دفعوا 250,000 جنيه لبنك القاهره. 223,000 جنيه لبنك القاهره عشان نجيب من الاخر، وخد المصنع الصبحيه. اما غير خدوا بديونه بقى، بديونه معاك بقى مع بنك القاهره بنعيش. من مصنع البركه لمصنع حديد عز، دي اللقطه الاولى. حلو، مصنع حديد عز زي الفل. طب احنا عاوزين بقى فلوس وميه والدنيا تمشي. نتعرف على اكبر مكتب محاسبه في مصر موجود في مصر. المكتب دوت فيه مجموعه مزايا. صاحبه اكبر محاسب في مصر، صاحبه عضو، ودي الغلط بتاع الدوله، عضو مجلس اداره في البنك المركزي، صاحبه عضو مجلس اداره في هيئه سوق المال، صاحبه عضو مجلس اداره في هيئه الرقابه الماليه، صاحبه هو اللي بيختار المحاسبين اللي بيتحطوا في الجدول بتاع البنك المركزي اللي يعتمد الميزانيات، صاحبه هو المحاسب الوحيد اللي في مصر اللي بيختار المحاسبين اللي بيتحطوا في هيئه الرقابه الماليه وهيئه سوق المال. فجابه قال له تعالى يا مولانا. هو مين بقى؟ حازم حسن. بس تمام، استاذ حازم حسن راجل محترم، بس ده واقع. خد المصنع ابو كذا قيمناه بقد كده، ابو كذا قيمناه بقد كده تمام الصبحيه، واتحطت القيمه دي على السجل التجاري. قال له نصدر سندات للمصنع ده. سندات للمصنع يعني ايه يا فندم؟ يعني استلف بضمان المصنع. طب هو المصنع مديون. طب في حاجه، ما انا قيمته اكبر بقى من قيمته. الحاجه الثانيه، طب مين هيروح لصلاح ولا لاحمد عز؟ ما فيش حد يعرفه. انا هاجي اقول انا بضمان الكوبايه دي. ايه الكوبايه دي يا عم؟ مين الناس ديت؟ فعاوزين حد كده كفر لينا كده، يكون باشا محترم يضمن، يقول الناس دي عندنا. مين اكبر واحد لو قال الناس دي عندي اقبل انا واحط الفلوس؟ البنك الاهلي. في اكبر منه؟ لا. مش كده برضه؟ الاستاذ محمود عبد العزيز ربنا يديله الصحه كان بيقول على نفسه انا صانع رجال الاعمال. اول نوبه راجل قطاع خاص ياخد سندات من البنوك بضمان البنك الاهلي، ما حصلتش قبل كده. طبعا السندات جات له وقال لك السندات تتحول لاسهم بعد كده. جزء من السندات لما جات له الفلوس على التقييم الكبير اللي موجود باع جزء من السندات، وسيادتك يبقى هو طلع له ب 37% راس مال اسهم موجوده في قلب الشركه مجانا، ما دفعش فيها مليم. وبقت السندات موجوده للشركه تبع البنك الاهلي، لو انا ما سددتش ربنا يوفقهم هم مع البنك.